بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، جلسة موفقة للجميع إن شاء الله. النهاردة جلسة يوم الأحد 24/11. إحنا شفنا في جلسة الخميس محاولة من السوق في الارتداد، وبالفعل وصل لغاية مستويات 30,795 وابتدى يعني يجني أرباح أو يخفض من المكاسب اللي كان كاسبها. إحنا كنا فاتحين ساعتها على 30,587، واحنا كنا متفقين اصلا ان المستويات بتاعه ال 30,500 30,600 دي المفروض ان هي فيها مناطق دعم، وحددنا المستوى ال 30,489، وقلنا ان ده احد المؤشرات الخاصه بسحابه الاشوموكو، وقلنا ان هو المفروض ان هو ما يتخطاهاش. وكنا اتفقنا برضو إن المستوى بتاع 30,650 ده اكتسب أهمية. هو كسرها الحقيقة ولمدة يومين متتاليين، فيعتبر الكسر مؤكد. ولكن أي اعتلاء لمستويات 30,600 30,700 ده في مثابة بداية جديدة للارتداد. في كل الأحوال طالما بقينا يعني أعلى مستوى 30,370 القاع السابق المسجل في 31/10، فخلاص مفيش مشاكل. احنا كده بنعمل ما يعرف بالقاع أعلى من قاع أو بالهاير لو. وتمهيدا للمفروض يعني نظريا طالما أنا بعمل قاع أعلى من قاع، فالمفروض إن أنا أنتظر اختراق واضح لمستوى القمة السابقة عند مستويات ال 31,800. السوق يعني نقدر نقول إن هو كان ماشي في المنطقة العرضية أو المنطقة الدافية أو بميل للهبوط طبعا. ولكن في نهاية الأمر هو كان مستني قرار مركزي، وجه قرار مركزي بالتثبيت زي ما احنا كنا متفقين. واحنا طالعين بقى المفروض ان انا هيقابلني اول موفينج افريج او اول مقاومة عند الموفينج افريج 50 يوم، هي 30,861 اللي هو حاول ان هو يقرب منها في جلسة يوم الخميس. اعتقد المؤشرات الفنية بتقول ان هو ممكن يبتدي من هنا طلعة جديدة، وخاصة ده يتزامن مع الانعكاس الزمني بتاعه اللي احنا كنا اتفقنا عليه. ندخل على الزمني. بالمناسبة يعني الفيديو اللي فات ده كنت انا قاصد ان انا اعمله فيديو عشان اوضح لحضراتكم الخطوط الميل. كان عندنا انعكاس زمني، واعتقد ان هو بنسبة كبيرة جه ايجابي يوم الخميس. النهاردة هيبقى مستوى الدعم الزمني لينا في حدود مستويات 30,665، ده المفروض ان هو ما يكسرهاش. لو كسرها لا قدر الله يبقى هيروح لل 630. فالمفروض ان المؤشر يبتدي معانا اليوم ان شاء الله، ممكن بفجوة مؤقتة كويس، ويبتدي يستمر في الصعود. الحقيقة أول مستوى مقاومة زمنية عندنا هي مستويات 30,900 تقريبا، تليها مستويات 30,945. معنى كده إن في سترينث أو في مشتري ابتدى يظهر في السوق مرة تانية، وهي المؤسسات تحديدا، هي المؤسسات الأجنبية، لأن هي مرتبطة ارتباط وثيق بسعر الدولار. والدولار زي ما احنا شايفين إن هو ابتدى يرتفع مرة أخرى، فبالتالي بيتم إعادة تقييم الأسهم مرة تانية على أسعار الدولار. احنا بقالنا يومين بنتكلم على سهم عتاقة، ويعني من الأسهم القوية الحقيقة، يعني أو ابتدت يعني يظهر لها مشتري قوي. ما كناش بنتكلم عليها في الفترة السابقة، ولكن من بالظبط من جلستين من يوم الأربعاء وإحنا بنتكلم عليها. فالحمد لله رب العالمين يعني ماشية طبق السيناريوهات اللي موجودة. أنا يعني هفتح لحضراتكم الشرط بتاعها ونتكلم عليها لايف. طيب هي كده عدت من مقاومة، احنا كنا متفقين ان عندها مقاومة عند مستويات الخمسة 36 اللي هي تمثل القمة السابقة اللي بتاريخ 17/11. عدت منها والفوليوم ابتدى يرتفع مرة تانية. صحيح هو لسه ما وصلش لمستويات او لمتوسطه
في خلال 5 جلسات، ولكن ابتدى يرتفع مرة تانية بعد اختراق المقاومة. كده نظريا المفروض إن هي عندها مقاومة عند مستويات 5.47، اللي هي القمة السابقة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، أو ما قبلها يعني، اللي هي كانت بتاريخ 5/11. ثم مستويات 5.63 دي الهيستوريكال هاي بتاعها. لو اخترقت الهيستوريكال هاي زي ما احنا متفقين ان هو لما السهم بيخترق الهيستوريكال هاي بتاعه بيبقى بيسبح في الفضاء زي ما بيسموها، ممكن يوصل للمريخ وممكن يلف حوالين نفسه. يعني ما بنبقاش عارفين توجهاته قوي، ولكن إن شاء الله أنا شايف إن فيها ممكن توصل ل6 جنيه و20 قرش إن شاء الله، ومنها لل8 جنيه حسب نسب فيبوناتشي العكسية اللي فوق. فهي ده أول سهم الحقيقة أنا برشحه للدخول أو شراء الانخفاضات. لو رجع تاني يريتست حوالين مستويات 5.37، أعتقد إن إحنا ممكن نكون فيه مركز مالي محترم عشان ناخد بيه الطلعة. السهم التاني هو سهم بلتون كلاسيكالي وايز، يعني او من الناحيه الكلاسيك لازم يعتلي او يديني كونفرميشن بكسر الاتنين 92. غير كده المفروض ان انا ما اقربلوش، ولكن للزمني رأي اخر. الزمني كان عنده انعكاس يوم الخميس اللي فات، والنهارده المفروض ان هو ما يكسرش ال 92 لفوق ويبتدي يطلع. وهو طالع المفروض ان انا اخلي بالي من مستوى ال 3.2 وبعديها ال 3.5. باختراق ال 3.5 خلاص هو كده كونفيرمد الطلوع. هتقابله اول منطقة ان شاء الله عند مستوى ال 3.9. فالمفروض ان انا اشتريه في حالة من اتنين: يا اما ان هو يعتلي مستوى الاتنين 92 ويعظم عليها، او ان انا استناه تحت عند مستويات الاتنين 90 واشوف سلوكه معاها ايه. كسرها لا مش هقرب منه جديد. كويس. وقف عندها وابتدى يرتفع مرة تانية، يبقى هبص على الاتنين 92 وهبقى عارف ان هو رايح مبدئيا لمستويات ال 3 جنيه وقرشين. كويس. سهم التالت هو سهم رخم وتقيل، ولكن أنا بصورة شخصية الحقيقة بحبه جدا، يعني هو سهم سيدي كرير. واضح جدا أداؤه البايخ طبعا، ما نقدرش ننكر، ولكن ابتدى يكون ما يعرف بالقاع الأعلى من القاع السابق. كويس. طول ما هو أعلى مستويات 20 62 هو في مستويات التجميع مرة تانية، وقد يكون إن هو بيحاول إن هو يعمل دبل بوتوم، ولكن ما نسبقش الأحداث لما يعدي معانا 21 86 تقريبا، أو 21 80. هي دي المحك الرئيسي اللي عايز يجمع وعنده طولة بال، يعني يتفضل. أعتقد إن هو كده وصل لمستويات التشبع البيعي العنيف بطول المدة. عنده انعكاس إن شاء الله، يعني يوم 25 اللي هو بكرة إن شاء الله. لو اعتلى أو ثبت أعلى مستويات 20 63 يبقى الانعكاس بتاعه إيجابي إن شاء الله، وهنكمل الطلوع. وإحنا طالعين بس نخلي بالنا من 20 80 وبعديها ال 21 مباشرة إن شاء الله. فأعتقد إن هو ممكن ياخد الموف لغاية ال 21. مصر الجديدة أكتر من حد سألني عليها الحقيقة، هي ماشية في تشانل عرضي ممل يعني من فترة طويلة جدا، ما بين ال 9 جنيه و60 قرش، 9 جنيه و70 قرش لغاية ال 10 جنيه و30 قرش، وبعدين بترجع تاني. يعني ماشية في كده بقالها دلوقتي يعني يمكن من شهر 6 2024. هي تناسب ذوي الطبيعة الهادية، يعني اللي هو ياخد التريدة ويستنى بيها وبعدين يبقى يخرجها ويرجع ياخدها تاني، أو يستنى لما تنزل تاني عشان يشتغل فيها. فهي قريبة من الدعم. أعتقد إن هي ممكن تبتدي الموف بتاعتها. نشوف الزمن بتاعها بيقول إيه. عاملة حالة من تساوي القيعان. كويس. كان عندها انعكاس يوم الخميس، الانعكاس تقريبا جه فلات برضو زي ما هي معودانا. على أي الأحوال زمنيا هو يعني جان بيقول إن هو ما اشتريهاش غير فوق ال 10 جنيه و4 قروش عشان أقدر أقول إن هي طالعة.
ولكن الكلاسيك يعني بيقول كلمة تانية، إن أنت لو حابب إن أنت تاخد المبادرة وتشتريها في الوقت الحالي، يبقى تشتريها بالقرب من ال9 جنيه و60 قرش، 9 جنيه و70 قرش، وهتبقى عارف على الأقل إن هي واصلة لل10 جنيه وقرشين بتاعت جان، ثم ال10 جنيه و30 قرش الحد الأعلى بتاع الشانل العرضي. فاحنا كده دول الأسهم اللي ممكن نركز عليها في جلسة النهاردة. إن شاء الله تبقى جلسة موفقة وبداية للصعود مرة تانية بإذن الله. دي وجهة نظري في السوق المصرية، مبنية على أسس تحليل متعرف عليها وعلى سبيل الاسترشاد وليس على سبيل التوجيه ودون أدنى مسؤولية. تحياتي ودمتم سالمين. محمد جوال.